السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلوة وحادق مع شيرين. سفرة النهاردة حلوة جدا. هنعمل ايه؟ هنعمل سمك بلطي مقلي بطريقة حلوة جدا، ويمكن دي تاني مرة اعمل معاكم السمك هنا في القناة. عملت قبل كده سمك مكرونة، هسيب لكم اللينك تحت في صندوق الوصف، ابقوا شوفوه. وهنعمل سلطة بابا غنوج، وكمان رز ببصل مكرمل. حكاية بجد روعة، سفرة حلوة جدا. شايفين الجمال؟ شايفين الجمال والحلاوة؟ اللهم بارك. كانت حكاية. لو عجبكم الوصفة اوعوا تنسوني في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا نبدأ. اول حاجة هنعملها هنعمل دقة للسمك المقلي. هننزل بكوباية من المية، عليها ربع كوباية ليمون معصور، وكمان ربع فنجان من الخل، خل أبيض عادي. وكمان هنزل بقى بالبهارات بتاعتي اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن معلقة صغيرة من الكمون، وكمان معلقة من الكزبرة الناشفة المطحونة، وكمان بابريكا، وكمان كركم. وفي الاخر هنحط الملح، معلقة ملح كده صغيرة. هي دي الدقة بتاعتنا اللي احنا هنستخدمها. هنشيلها على جنب وهقول لكم هنستخدمها في ايه دلوقتي. ادي السمك بتاعي، اللهم بارك، زي ما انتوا شايفين. طبعا غسلاه منضفاه كويس جدا ونقعاه، وعاملين فتحات فيه من الظهر من الناحيتين. اول حاجة بقى هنعملها تتبيلة السمك. تتبيلة السمك عندي عبارة عن فلفل ألوان، طبعا عايزة سبايسي عايزة عادي، ده يرجع لك لراحتك، وكمان راس توم. وهنزل ببقية البهارات زي ما حطيتها في التتبيلة بالظبط، ملح وفلفل وكمون وبابريكا وكركم وملح. ضربت كل ده في الكبة بتاعتي، وده الشكل بتاعها. طبعا أحلى تتبيلة بجد، ريحتها روعة. هنمسك بقى السمكية القمر بتاعتنا كده ونتبلها من جوه كويس جدا زي ما انتوا شايفين، ما تستخسريش. وهنجيب بقى الفتحات بتاعتنا دي لازم نحط فيها تتبيلة، شايفين؟ عشان التتبيلة بتاعتنا توصل لكل قطعة لحمة في السمكية. هو ده تتبيلة السمك الصحي يا جماعة. هنبتدي بقى نعمل السمك بتاعنا كله بالشكل ده. هنتبل من جوه كويس جدا، وهنمسك بقى الفتحات بتاعتنا اللي عاملينها بالسكينة دي، هنبتدي نحط فيها التتبيلة. هتاكلي تتبيلة سمك النهاردة حكاية. شايفين الجمال؟ ما شاء الله. هنجيب بقى كيس ونحط فيه السمك بتاعنا. طبعا اساسي السمك النظافة يا جماعة، لازم السمك يتنضف كويس جدا قبل ما تعملي فيه اي حاجة. حطينا السمك بتاعنا كده كويس جدا. هنمسك بقى ايه؟ هنمسك التتبيلة الاولانية اللي هي الدقة، وهنحطها في الكيس بتاع السمك بالشكل ده. هنقفل الكيس عليه وهنسيبه مش اقل من ساعتين في التلاجة. قفلي بقى كويس جدا، وهي دي بقى التركة اللي هتاكلي منها احلى سمك. يلا نحطه في التلاجة ونعمل الرز. معانا ايه؟ معانا بصل وطماطم وملح وفلفل وكمون وشوية زيت. هنحطهم على النار وهننزل بيهم بالبصل. هنقلب البصل كويس جدا بالشكل ده. عايزين البصل يتكرمل معانا، ولا عايزينه دبلان، ولا عايزينه يعني اصفر، لا اللون ده كمان ما ينفعش، عايزين نغمقه شوية كمان. هو ده اللون اللي هيديني كرملة للرز. هنزل عليه بحبايتين طماطم مبشورين، وهنقلبهم كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. وكمان هننزل بكمون وفلفل اسمر وملح. طبعا الملح هنا حسب الذوق وحسب الرغبة وعلى حسب كمية الرز اللي انت هتعمليها. انا هنا هعمل كيلو من الرز.
هنزل بقى على الخلطة بتاعتي دي بمعلقتين 3 كده من صلصة الطماطم، عشان انا بحب الرز السمك مايل للحمار شوية. هنقلبها بقى كويس جدا. بجد خلطة الرز دي هتعتمديها حرفيا من شيري كيتشن. وعايزة اعرف رأيكم في الكومنتات يا غالين. يلا بقى ننزل بالمية بتاعتنا، وطبعا انا هستخدم كيلو رز عليه رتل من المية. هنقلب بقى البصلة بتاعتنا في المية كويس جدا، ونغطيها ونسيبها تغلي لحد ما نضيف الرز. اول ما تغلي هنضيف الرز على طول. غليت معايا، شايفين السرعة؟ وهننزل بالرز بتاعنا. طبعا كيلو رز مصري مغسول ومصفيينه. هنقلب الرز كويس جدا كده، وهنغطي عليه. واول ما نغطي هنهدي عليه النار لحد ما يتشرب. تعالوا بقى للقمر. معايا بتنجانية سلقتها، دي بتنجان رومي سلقتها، قطعتها وسلقتها وصفتها. هننزل عليها بمعلقة كبيرة من خلطة السمك اللي احنا عملناها مع بعض، وعليها كوباية من الطحينة. كل ده في الخلاط. في ناس ما بتحبش تضربها في الخلاط وبتكتفي ان هي بتهرسها بالشوكة. لا، جربيها في الطريقة دي في الخلاط وقوليلي. هنعمل بقى نحط عليها ربع كوباية من الخل، وكمان عصرة ليمونة. كل ده في الخلاط. هتاكلي احلى بابا غنوج، بجد روعة روعة بجد. وكمان نص كوباية من المية. بس كده. شايفين القوام يا جماله؟ طبعا الملح وكل التوابل على الفلفل والثوم، فما ضفتلهاش اي حاجة. هنرش بس رشة شطة كده حسب الرغبة. ونيجي بقى للخطوة المهمة، تغليف السمك. معايا نص كيلو من الدقيق، عليهم معلقتين نشا كبار، وكمان معلقة كبيرة من بهارات السمك، ودي انا بجيبها من العطار جاهزة. هنقلب الخلطة دي كويس جدا زي ما انتوا شايفين. اللهم بارك. طبعا ريحة الخلطة بتبقى روعة في الدقيق. نقلب كويس جدا. وانا بقى صفيت السمك من الدقة اللي انا كنت حطها معاه في الكيس، وهنبتدي بقى نبدره بالدقيق كده من جوه ومن بره. اهم حاجة ان انتي ما تسيبيش جزء في السمكة باين، ولا من جوه ولا من بره. طبعا الدقيق من جوه بيعمل زي تغطية للخلطة، ما يخليهاش تقع منك في الزيت. هننفضها حلو قوي كده، ونشوف هنعمل ايه. فاكرين الدقة اهي ليها استخدامها برضو. هنبتدي بقى ندلق على السمكية كده واحنا ماسكينها. دي بقى الطبقة اللي هتخلي لك السمكية كريسبي من بره وطرية حلوة جدا من جوه. وهنرجع بعد ما نحطها في الدقة نرجعها الدقيق تاني، ونغطيها كويس جدا وننفضها حلوة قوي. ويلا بينا على الزيت. زيت غزير على نار متوسطة. وشوفوا بقى الجمال، اللهم بارك. تحفة فنية، كريسبي حلو جدا، ريحة روعة، طعم ما اقولكوش. اقفي قدام السمكية وما تقلبهاش غير اما تخربش معاكي. دي كانت سفرتي. شايفين الجمال؟ اللهم بارك. حلو جدا، الطعم كان روعة، الريحة حرفيا زي بتاعة المطاعم واكتر كمان. بجد جميل جميل جميل، مش قادرة اوصف لكم الوصفة دي حلوة قد ايه. جربي الوصفة دي، هتحسي ان انت ما كنتيش بتقلي سمك قبل كده. والرز البصل المكرمل مع الطماطم مخليه بجد حكاية. ده كان طبق ايه يا جماعة، وخدت منهم طبق السلطة كله. بجد كانت غدوة حلوة جدا وبسيطة وسهلة. لو عجبتكم الوصفة استنوني في وصفة جديدة.